هنا دعاء إمام زماننا سلام الله عليه في مطالب الدنيا والآخرة. الله وكيلك الإمام يرسم صورة لسعادة الدنيا وسعادة شنو؟ الآخرة من خلال دعاء. الآن يعبرون عنه خارطة الطريق. الإمام ينطيك خارطة الطريق، تريد سعادة الدنيا، تريد سعادة آخرة، يعني آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة شنو؟ حسنة. الإمام يرسمه بدعاء. الإمام المهدي يرسم هاي الخارطة بدعاء، بدعاء يرسمها بدعاء. شو تريد أكثر؟ هسه تقول لي دي وضح، وضح. خلي أقرأ لك بعض فقرات هذا الدعاء. لكم خلق تسمعوني وما لكم خلق؟ طبعا اللي يريد يعرف إمام زمانه وتكون عنده فكرة عن إمام زمانه يهمه أن يسمع هذا الكلام. الإمام يقول: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. هاي حافظيه جزاكم الله خير. اللهم ارزقنا توفيق شنو؟ طاعة، وبعد المعصية. بس هذا أصلا هو هذا توفيق الطاعة وبعد شنو؟ المعصية. هذا بحد ذاته رسم السعادة بالدنيا والآخرة يوم ما رسم أصلا بس ضمن الفقرتين يا سعادة. هنا الإمام المهدي لخصه: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وشنو؟ وبعد المعصية. بعد وصدق النية. شلون الحكاية هاي؟ مو أنا هسه أسألكم بالله، أسألكم بالله، الآن هو هذا مجرد دعاء الإمام يكلم ربه، لو الإمام هنا قاعد يعطي درس أخلاقي تربوي فقهي؟ توفيق الطاعة، الصلاة طاعة ومو طاعة، الصلاة فقه ومو فقه. هذا الإمام كله يلخصه بدعاء الإمام عليه السلام. زين. بعد وعرفان الحرمة. هسه يا حرمة عرفان الحرمة. الحرمة يعني هذا الحرام أعرفه حتى أتجنبه. واحد يو أكو شيء ثاني. الحرمة يعني اللي لا يحل انتهاكه. يعني أنت الآن لما تعبر عن مرقد الحسين شو تعبر عنه؟ حرم الحسين. شنو يعني حرم؟ حرم المكان أو الأمر اللي لا يحل شنو؟ انتهاكه. يعني شلون تقول حرمة شهر رمضان، حرمة الحرم الحسيني، البيت شنو؟ البيت الحرام. الإمام يقول له عرفني هاي الحرمات، حتى إذا كان حرمة بمعنى شيء ما يجوز انتهاكه أنا أحفظ له هاي الحرمة. حرم الحسين أنا أكون بيه مؤدب مهذب، عيني محترمة، لساني مهذب، لأن هذا حرم وحرمة كون ما أهتكها. وهاي فد حكاية أقولها لأحبابنا، لإخواننا، لشبابنا، لنور عيننا، لتاج راسنا، الأعز الناس علينا. نزور الحسين عليه السلام، نزور مراقد أهل البيت وغير ذلك بقية الحرمات، شوية يكون يصير عندنا أدب. الضحكة لاحظها، الحكي بغير الله وأهل البيت لاحظه، ذني لاحظهن. شوفوا أئمتنا: زره وأنت أشعث أغبر مهلل مكبر. شوفوا أنا السنة طرحت أيام المشي مال الأربعينية 5 ليالي طرحت بحث زيارة الحسين، آداب زيارة الحسين. فأتمنى ذولا شبابنا الأطياب الكرام الأعزة نور العين، أتمنى هاي آداب أئمتهم يعرفوها بزيارة أهل البيت عليهم السلام، حتى نوصل رسالة من خلال زيارتنا. زين. أو الحرمة يعني هذا الحرام اللي أنا وياك كون نعرفه حتى نتجنبه ما نوقع به. هسه هاي الحرمة وذيك الحرمة اثنينات نكون نعرفهن، اثنينات نكون نعرفهن، حتى الأولى نحفظها والثانية نتجنبها. دي شوفني أنت، شوفني أقول هذا دعاء لو تربية، هاي مدرسة. زين. عرفان الحرمة. وأكرمنا بالهدى والاستقامة. هلا 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 هلا. مو بس هدى وشنو؟ استقامة على الهدى. إن الذين قالوا ربنا الله هدى يو مو هدى بس، يو أكو تكملة بالآية، أكو تكملة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في آية لا خوف عليهم ولا هم، وفي آية أخرى تتنزل عليهم الملائكة. الإمام يقول له هدى واستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت لا تزغ قلوبنا بعد إذ وما بدلوا
تبديلا، مو أمشي على الطريق يوم يومين تالي أتعب أعوفه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. يعني شنو؟ يعني استقاموا. ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا يعني استقاموا. الإمام يقول له هدى واستقامة، فاستقم كما أمرت. النبي يقول شيبتني سورة هود لأن بها فاستقم كما أمرت. بعد وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. اللسان خلي اللسان يحكي صواب ويحكي شنو؟ حكمة. فاللسان يكذب لو ما يكذب؟ ما يكذب. الإمام يقول لك ما يكذب. 2 اللسان يختاب لو ما يختاب؟ الإمام يقول له ما يختاب. 3 اللسان يتهم لو ما يتهم؟ الإمام يقول له لا تخليه يتهم. اللسان هي مشاكل اللسان 1 2 3 10 20. الإمام عليه السلام يقول سدد ألسنتنا. بعد واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. اللسان صواب وحكمة، القلب علم ومعرفة، استقامة، هدى. شنو هذا؟ بعد وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. بعد واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. قاع يبني لو ما قاع يبني، قاع يربي لو ما يربي، يأدب شيعته لو ما يأدبهم. أسألكم سؤال، الدعاء بيه أولويات مهم وأهم يوم بيه. الإمام لما يبين هاي الأمور، يعني هاي الأمور المفروض تكون بسلم الأولويات أساسية نطلبها من الله يوم مو أساسية. وإلا ليش الإمام قاعد يشخص هاي؟ بطوننا حرام وشبهة كون ما يدخلها، ألسنتنا كون سداد وحكمة، قلوبنا كون كذا وكذا، عقولنا كون كذا وكذا. زين. بعد واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. واحد يحافظ على عينه، لسانه، إيده. بعد واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. وإذا مروا باللغو مروا كراما. القرآن الكريم يعبر، حتى أتخطى الرواية، يجوا للإمام عليه السلام يقول له دخلنا المدينة يا ابن رسول الله، جينا للمدينة وأجرنا بيت عند فلان صاحب القيان، هذا يأجر غرف ببيته بالمدينة على الزوار على الوافدين، عنده ذن المغنيات، جوقة موسيقية كذا، جواري، هذا فأجرنا لنا بيت هناك. الإمام هذا هو وصاحبه يقول للإمام، يقول له أجرنا غرفة من صاحب القيان. الإمام قال له هل لا كنتم كراما؟ سكت ما فهم شو يقول الإمام. قال صاحبي لعله فهم قصد الإمام، من أطلع أسأل صاحبي. صاحبه هم ما فهم، قال صاحبي فهم قصد الإمام، من أطلع أسأل صاحبي. من طلعوا واحد سأل الثاني، هذا قال له ايش قصد الإمام هل لا كنتم كراما؟ قال له والله أنا عسبالي أنت تدري. قلت أسألك. قال له لا أنا هم قلت أسألك. قال له الإمام يقول هل لا كنتم كراما يعني ننطي فلوس، ايش يقصد هل لا كنتم كراما؟ قال له إذن خلينا نرجع، لا أنت فاهم لا أنا فاهم، خلينا نرجع للإمام نسأله ايش يقصد هل لا كنتم كراما. رجعوا له قالوا لي يا ابن رسول الله ترى ما فهمنا ايش تقصد هل لا كنتم كراما. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. هل لا كنتم كراما مثل ما الله يريدكم. المفروض ما تأجرون بيت من واحد عنده شنو؟ عنده ذني، ما تأجرون غرفة منه، انتم تكونوا تمرون على اللغو مرور الكرام. فهاي إذانك هم كون. المشكلة أنا هذا الحكي من أحكي يكون حجة علي يوم القيامة وحجة عليكم يوم القيامة. الله يرحمنا ويرحمكم بجاه فاطمة الزهراء. اي والله. شوفوا إمامنا هنا شنو يقول؟ يقول واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. حكي لغو ما بفايدة، فلان وفلتان وعلان وهذا وذا، هذا وقتك الثمين على السوالف هاي. شوف الدور الإمام شنو يقول؟ يقول وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. بناء مجتمع كامل بدعاء. بعد وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة.
هم يبذلون جهد حتى يتعلمون، هم يرغبون للعلم. يا رب رغب المتعلمين بالعلم، على طلب العلم رغبهم. انتم الآن بعض أولادنا ذبحة ولا تقول له شنو؟ اقرأ راجع ذبحة. الإمام هنا يدعو له يقول له يا رب رغب بالعلم وخليه يبذل جهد، بالجهد والرغبة. بعد وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. هاي إلكم اللي يستمعون للخير كون شنو؟ يتبعون. الإمام يدعو لكم اللي يستمع يتبع، يستمعون القول فيتبعون واقتراح مع الأسف. زين. بعد وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة يا الله، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة. رجال كبير رجليه مثل ما يقولون رجليه بالكذا، خو مو يسمع أغاني، يعني المفروض يصير عنده سكينة، عنده وقار. أصلا الرجل الكبير، الأب الكبير، الأم الكبيرة بالبيت تعتبر بركة يوم مو بركة؟ بركة بالبيت. أصلا إنسان يتبرك بوجوده، فالمفروض هم نعاملها بكل احترام، بكل تقدير، بكل. يا شبابنا الله الله بهاي الجوانب. شوف إمام زماننا شنو يقول وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة. بعد وعلى الشباب انتو، وعلى الشباب، واني هم وياكم اذا محسوب الشباب، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. يا رب وفق الشباب ان يرجعون الى الله ويتوبون. فاحنا اذا نكون من اهل التوبة يعني الله استجاب فينا دعاء امام زماننا سلام الله عليه. وعلى النساء بالحياء والعفة. ولهذا المرأة تطلع بالشارع لبسها خيكون بحياء، بعفة، بخجل، مشي ما بي رسائل مو زينة، أصلا تمشي مستحية، لأن هاي بنت شعيب بنت نبي، فمأدبها شلون تمشي البتة. اجت لموسى تمشي على استحياء. القرآن الكريم يقول حتى مشيتها مال امرأة مستحية، ما تعرف تمشي قدام الزلم، مؤدبة مهذبة محجبة محترمة نفسها، المجتمع يحترمها. الإمام يقول وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة أو والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء، أويلي يا الأمراء مسوين حرقة بقلب الأمراء، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. الأمير اللي يحكم الناس يكون يحكم الناس بشنو؟ بالعدل، ويعاملهم بالرحمة بالشفقة. علي يقول آلة الرئاسة سعة الصدر. اللي يريد يصير رئيس يكون صدره شنو؟ واسع، يتحمل كل شيء، وإذا ما يتحمل خليه يترك مكانه ينطيه لغيره. يا هو اللي يعارضه قلت مؤامرة، لا مؤامرة ولا محزنون، انطوا الناس حقوقها، انطوا الناس حقها. هاي سفاسفكم بعد ما تمشي على الناس كافي. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. هذا أي دعاء؟ هذا بناء مجتمع كامل بكل أصنافه من كل جهاته، يلخص إمامنا المهدي بدعاء بصفحة واحدة. أصلا هذا دعاء الحقوق والحقوق المتبادلة، الواجبات والحقوق، جانب اجتماعي، جانب أخلاقي، جانب حاكم، جانب محكوم، جانب دين، جانب دنيا، جانب أولى، جانب أخرى، كله بدعاء. شنو من دعاء هذا؟ ما تقول لي شنو من دعاء هذا؟ هذا دعاء صاحب الزمان. أقول الدعاء في مدرسة أهل البيت كل شيء. بعدين شنو يقول؟ وبارك للحجاج والزوار، حتى الحجاج والزوار شنو؟ في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاء لإمام زماننا.